قوله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقف يعني لا تتتبع ما ليس لك به علم مما يدور في مجتمع الناس من القيل والقال وما أشبه ذلك، بل على المسلم أن لا يتتبع هذه الأشياء إلا ما فيه فائدة له أو للمسلمين. ثم بين سبحانه وتعالى أن الإنسان يسأل عن حواسه: السمع والبصر والفؤاد وهو القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن هذه نعم من نعم الله على العبد، فبماذا يستعملها؟ هو مسؤول عن ما يستعملها فيه، إن كان خيرا أثمر له الخير، وإن كان غير ذلك فإنه لا يجر عليه إلا الشر. فالإنسان في عافية من تتبع القيل والقال وما أشبه ذلك. نعم.